النقطة الخامسة وهي مهمة جدا، وهي ما يتعلق بمستقبل منطقة شمال إفريقيا. فنحن نعرف بأن الشهية تأتي مع تناول الوجبة، وإذا في الحقيقة تم إقرار السيادة المغربية على الصحراء الغربية، نعرف هذه العقيدة التوسعية الموجودة للمغرب وكيف سوف تطال تقريبا جميع دول. ولكن لم تجبني على سؤالي، هل لمستم توجها واضحا خلال هذه المشاورات لجهة دفع واشنطن نحو فرض مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد لنزاع الصحراء الغربية؟ لا، على الإطلاق. المساعي الأمريكية المشتركة مع الأمم المتحدة بالمناسبة تأتي ضمن إطار قرار 2797 الذي كان قد حدد إطار الحل، بأن المقترحات موجودة. المقترح المغربي وإن كانت هناك تعبيرا عن أفضلية للمقترح، ولكنه ليس مقترحا وحيدا.